يا ترى انت ماشي في السكة دي ورايح على فين؟ السؤال ده لو سألته لنفسك بصدق ممكن يغير حياتك كلها. أنا عارف انت مش واقف، انت بتجري، بتصحى تسعى وتتعب، بس عمرك سألت نفسك بجد هو أنا بجري على إيه؟ ولا أنا ماشي زي أي حد وخلاص؟ خليني أقولك حاجة يمكن تضايقك. أغلب الناس مش تايهة علشان مش لاقية طريق، أغلب الناس تايهة علشان عمرها ما وقفت تسأل أصلا. تخيل معايا كده واحد بيسوق عربية وبيدوس بنزين بأقصى سرعة بس في الاتجاه الغلط. إيه اللي هيحصل؟ هيوصل أسرع بس الحتة هو مش عايزها. وده بالظبط اللي بيحصل لناس كتيرة جدا. مشكلتها مش إنها بطيئة، مشكلتها إن هي سريعة بس في الاتجاه الغلط. والأخطر من كده إنك ممكن تفضل سنين مقتنع إنك ماشي صح بس علشان كل اللي حواليك ماشيين كده. في علم النفس في حاجة اسمها اختلال الأهداف، يعني إنك تعيش طول عمرك تجري ورا أهداف مش بتاعتك، مش طالعة منك، لكن واخدها من المجتمع ومن أهلك ومن الناس اللي حواليك. فتوصل لحاجات وتبص حواليك وتقول هو أنا ليه مش مبسوط؟ وده مش ضعف منك، ده لأنك وصلت لحاجة هي مش شبهك أصلا. الفلاسفة قالوا حاجة مرعبة هنا، إن أسوأ لحظة ممكن يعيشها الإنسان مش لحظة الفشل، لكن لحظة النجاح في الطريق الغلط. فكر فيها كده، إنك توصل وبعدين تكتشف إن كل ده ما كانش المفروض يحصل أصلا. خليني أقولك الحقيقة بصراحة، ممكن تكون تعبان جدا دلوقتي، مش علشان الحياة صعبة، لكن علشان انت ماشي في سكة مش بتاعتك. وهنا يجي السؤال الأخطر، طب أنا أجيب البوصلة دي منين؟ لأن لو كل واحد هيحدد لنفسه الصح والغلط يبقى مفيش حاجة اسمها صح أصلا. كل واحد هيبرر لنفسه، كل واحد هيشوف من زاويته. فخلينا نفكر فيها بالعقل كده، لو مفيش معيار ثابت للصح والغلط يبقى إيه اللي هيحصل؟ كل واحد هيحدد الصح على مزاجه. اللي هيسرق هيقول ده حقه، واللي هيظلم هيقول دي مصلحتي، واللي يأذي غيره هيلاقي لنفسه مبرر. يبقى كده مفيش حاجة اسمها صح أصلا، لكن هيبقى فيه بس مجرد آراء. طيب هل ده منطقي؟ هل ينفع الكون كله يبقى ماشي بقوانين دقيقة جدا كده والإنسان أهم كائن فيه يمشي من غير معيار؟ ده العربية ليها كتالوج والموبايل ليه دليل استخدام، إزاي الإنسان ما يكونش ليه مرجع؟ يبقى العقل نفسه بيقولك لازم يبقى فيه معيار ثابت، حاجة مش بتتغير ومش بتتأثر ومش بتمشي ورا الناس، معيار ترجع له حتى لو انت تايه، ده بالذات لو انت تايه. لأن الحقيقة البسيطة إنك لو سبت نفسك لنفسك هتفضل تلف وتتوه. وهنا بقى النقطة اللي ناس كتير بتهرب منها، إنك محتاج مرجع أعلى منك، لا بيتغير ولا بيغلط ومش بيبرر. فيا ترى إيه هي البوصلة دي؟ البوصلة دي هي إنك يكون عندك مرجع ثابت للقيم، وهو الدين. والدين مش بيقولك تمشي فين بالتفصيل، لكن بيديك الاتجاه زي البوصلة. مش هيقولك كل خطوة، لكن هيمنعك تفضل تايه. وده اللي القرآن قاله بوضوح. ربنا قال فماذا بعد الحق إلا الضلال، يعني مفيش نص طريق، يا إما ماشي صح يا إما تايه. وربنا قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يعني مش طرق كتير، مش احتمالات، هو طريق واحد واضح ومستقيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركتم فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. ركز في لن تضلوا، مش هتحتار ومش هتتلخبط ومش هتمشي في طريق غلط. وفي حديث تاني عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، يعني مش كل حاجة رمادي، في صح وفي غلط واضح، وانت محتاج بوصلة علشان ما تضيعش ما بينهم. فالموضوع ببساطة
إنك محتاج مرجع أعلى منك علشان تقدر تقول ده صح حتى لو أنا مش حابه، وده غلط حتى لو الناس كلها بتعمله. فممكن واحد ينجح ويبقى عنده كل حاجة بس من جواه لسه تايه، وممكن واحد تاني لسه في الطريق بس حاسس إنه ماشي صح. الفرق ما بين الاتنين واحد عنده بوصلة والتاني لأ. ففي الآخر مشكلتك مش إنك مش بتحاول، مشكلتك إنك ممكن تكون بتبذل كل طاقتك بس في الاتجاه الغلط. فقبل ما تكمل جري اسأل نفسك بصدق، أنا ماشي على إيه؟ ماشي على مزاجي ولا الناس ولا معيار ثابت؟ لأنك ممكن تفضل تجري طول عمرك لكن في الآخر توصل وتكتشف إنك ولا وصلت ولا عشت. المشكلة مش إن الطريق مش واضح، المشكلة إنك عارفه بس بين اللي انت عارفه واللي بتعمله في فرق كبير.